الراجل متنكر في هيئة ماينيكان، لكن فجأة الولد غزه بلفة ناموس مولعة. الراجل استحمل الوجع من غير ما يطلع صوت. في اللحظة اللي بعدها الولد رفع شمعدان وناوي يولع فيه. الراجل جري بسرعة وخد الولد بعيد من غير ما ياخد باله من حالته. بعد ما الناس مشيوا الراجل قرب منه شاكك ان اخوه في حاجة مش طبيعية. كان ناوي يعمل ياخده وبدأ يقلع هدومها. وهو بيقلبه فجأة قام عايش وطلع الشخص ده كمان كان عامل نفسه ميت في الوقت ده. لص دخل قاعة العزاء عشان يسرق من غير ما يعرف. الراجل كان شايفه. الحرامي ملقاش حاجة لها قيمة وكان خلاص ماشي، لكن لمح سن دهب في باقي الجثة. فرح جدا وحاول يفتح فم الجثة بالعافية وما عرفش. قرر يستخدم أدوات، جاب زرادية، وساعتها باقي الجثة اتفتح لوحده. من غير تفكير الحرامي بدلها بخيطين ربط طرفهم في السن الدهب وشد بقوة. السن كان ثابت لدرجة انه ما اتحركش، والشد رجع الجثة قاعدة. الحرامي زود قوته فالخيط اتقطع وبرضه السن ما اتحركش. الراجل الورقي وهو شايف أخوه ما قدرش يستحمل، مد رجله ركل الحرامي بعيد. بسرعة رجع مكانه وبقى ورق زي ما كان. الحرامي اتصدم لكن لسه ما سابش السن. طلع شاكوش وناوي يكسره. وهو على وشك يضرب الراجل خطف الشاكوش من ايده. بعدها بدأ يعمل إشارات، يغني ويرقص. المنظر خلى جسم الحرامي يقشعر، وفي وسط حركته الراجل بالصدفة شبك في الخيط اللي ماسك السن الدهب وشده وطلعه. الحرامي جري بسرعة